ازاي اخلي الراجل يبقى فاهم انه دي جزء من مسؤوليتك، انت كبرت وتربيت على فكره انه انت بتجيب فلوس. لا، هو ده مش الحقيقي، انت بتجيب فلوس وبتعمل حاجات تانية. فانا برضو يعني نفسي كاني اقول حاجات كده تساعد الرجاله، اقول لهم ايه، افهمهم ازاي، لان هم برضو مش دايما بيقبلوا مني انا كمراته، لكن لما ممكن يسمعنا كده واحنا قاعدين بنتكلم او من اصحابه يحس انه ايه ده، لا ده في وجهه نظر مختلفه. اول حاجه ان انت بتعيد تفكير تاني في فكره دورك انت اخدته من مين. والحياه دلوقتي بقت ضغطه، يعني ما ينفعش اقول ايه ما هو ماما كانت شايله، ما هو مش عارف بابا ما كانش بيعمل حاجه. بص كده على الحياه ماما وبابا، بص على الحياه دلوقتي اللي احنا فيها. ماما ما كانتش بتشتغل مثلا، ماما كانت ست بيت، لكن مراتها ما كانش في تمارين وما كانش في مدارس مش عارف عايزه واجبات ايه. بس هيترد عليك يقول لك ما كانش عندها خلاط وما كانش عندها مش عارف غساله اطباق وما كانش عندها ايه، وكانت بتغسل. تيتا كان عندها واحده بتيجي تغسل لها الهدوم عشان كان عندها 5 عيال وما كانش فيه غساله، وكانت عندها واحده بتيجي تخبز لها، وده كان الطبيعي على فكره. ايوه كان زمان فعلا. يعني في واحده بتيجي تخبز وواحده بتيجي تغسل الهدوم، يعني كان في بس ترجعوني عند تيتا، رجعوني بس ستات مش ماشين، مش آلات يعني. فكان في حاجات مساعده. لازم هو يعرف ان الحياه اختلفت وبقت ضغطه جدا. حتى لو عندنا خلاط وعندنا غساله مش عارف ايه، بس برضو في حاجات بقت ضغطه جدا جدا جدا. فلا معلش احنا محتاجين نعيد يعني تفسير ليه، وانا اعيد تفكير في اصلا انا خدت دور منين. تاني حاجه سيبك بقى من المجتمع وفكره ايه وصمه الراجل المفروض ما يعملش حاجه. لا، في رجاله كتير كسرت القاعده دي وبقت بتعمل وبقت بتغسل مواعين وتكتب على فكره انا غسلت المواعين مش عارفه عملت ايه. فده ما بيهنش رجولتك خالص، مش بيقل منه كراجل خالص، بالعكس ده بيقدم نموذج يعني محترم لاولاده كمان. ما هي الفكره ان زي ما انت قلتي احنا واخدين الثقافه بتاعتنا من المجتمع اللي حوالينا، والمجتمع اللي حوالينا قالت ان الراجل يقعد ويحط رجل على رجل وتديله كوبايه الميه وكوبايه الشاي والاكل على لغايه عنده وانت تطالبيه بس بالفلوس. ففعلا دي ثقافه احنا محتاجين يكسرها. محتاجين مجموعه من الرجاله عندهم الشجاعه يكسروا النمط ده بالتدريج. انا مؤمنه بحاجه ان لو 2 3 اتغيروا بياخدوا معاهم ناس تانية، حتى بيربوا جيل تاني. حتى ابني يشوف باباه بيعمل فابني يعمل تاني، فاحنا ايه كده بنكسر ده بالتدريج.